وصفة من الحلويات من الزمن الجميل، وصفة اللي تربينا عليها وكانوا يديروها لنا الأمهات تاعنا ملي كنا صغار. وصفة حلويات أو حلوة صب الرشراش، كاين اللي يقولوا لها المبروشة في بعض الدول العربية. عملتها للعائلة تاعي واسترجعت بها الذكريات الجميلة، أتمنى تجربوها وتستمتعوا بها وبالذوق تاعها الرائع. هنا نحتاجوا فيها 3 بيضات، كما نحتاجوا فيها الكيلة اللي كيلت بها البيض، هي اللي نكيل بها السكر، هي اللي نكيل بها الزيت، وهي اللي راح نكيل بها 4 كيلات فرينة أو أكثر حسب نوعية الفرينة. أنا خديت 4 بيضات، خديت كمية السكر مع مبشور ليمون. البيض هنايا إذا كان البيضات تاعكم كبار تاخدوا 3، إذا كان صغار تاخدوا 4. المول اللي راح نستخدمه هنايا البنات هو مول 20 على 25، هكا يجي العلو تاعها سوا يعني مليح، ما يكونش عالي وما تكونش رقيقة. خلاص الزيت تاعنا كيلة الزيت نخلطوها على دفعات ونخلطو تري بيان السكر هذاك حتى يذوب لنا مليح مليح. هاد الوصفات او الحلويات التقليديه نستخدموها كبرك الفوي او بالفورشيت او باليد تاعنا فقط، لا داعي للباتور ولا الخلاط الكهربائي. ضفت هنايا فنجان اتاي تاع الحليب، كمية فنجان اتاي حليب، هكا تجيك خفيفة وطالعة وهشيشة، تجي روعة روعة. هذه لاستيوس البنات اللي نضيفها هنايا، كمية قليلة الحليب تعطيك فرق كبير في الجاتو تاعك. هذا دوك نبداو نكيلو في لافارين تاعنا. هنايا استخدمت 4 كيلات ونصف، معاهم كيس خميرة تاع حلويات وزن تاعها 10 غرام. نصفيها مليح في المصفاة ونخلط حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية ما تكونش يابسة. كمية الفرينة حسب نوع الفرينة تاعك، يعني الكيلة الرابعة حطيها بشوي وشوفي مع لا تكستور تاعك تاع لا فارين هكا ما متيبسيهاش بزاف العجينة تاعك وتجيك ناشفة ويابسة. كي طيب كي تكون طرية تجي هشيشة. دوكا نستعملوا اليد تاعنا ونخلطوها مليح مليح، ندخلوا هذيك الفرينة ونتحصلوا على عجينة. هنا يدي البنات فيها الزيت هكا، ونوجدوا المول تاعنا يدخل الفرن. نحيو اولا هنايا كمية من العجينة هكا نرحيوها بالراب فوق الكيكة بعد ما نحطو المربى ولا لا كونفيتور. شوفوا الكمية اللي نحيت، نحطوها بجيه ونجيبوا المول تاعنا ندهنوه تري بيان بالزيت في ليكوان تاعو هكا مليح مليح في الوسط، ونحطوا العجينة تاعنا ونبسطوها باليد، نبسطوها متساوية. شوفوا العجينة كيما طرية، نستعين بالزيت في اليد تاعي ونطرحها بشكل متساوي
شوفوا كيما لاصقه البنات، ما تكونش يابسه. ما نقدرش نطرحها هكيك، لازمني نستعين بكميه من الزيت في اليد تاعي ونسوي لها السطح تاعها، وناخذ مربى تاعنا نخلطوه تري بيان ونحطوه فوق الوجه تاعها بكمية مناسبة. انا هنايا خذيت لي تقريبا علبة كاملة، بقى لي منها 2 كويير فقط. شوفوا البنات ما تجيش عالية، هي فيها الخمارة دركا تزيد تطلع تجي العلو تاعها روعة، يعني مناسب. نتمنى تجربوا هذه الوصفة الرائعة، وصفة سهلة بسيطة راح يفرحوا بها وليداتكم، خاصة فيها لا كونفيتور، وكامل نحبوا لا كونفيتور. تقدري هنا تحطي لها كونفيتور تاع الفراولة، اي كونفيتور يكون عندك، لكن انا نحب تاع المشمش، ونفضل الذوق كونفيتور تاع ابغيكو، هكا يعطيها حموضية روعة مع النكهة تاع قشور الليمون اللي في العجينة، وتعطيك نكهة متناسقة روعة روعة. ما نوصلوش الكونفيتور حتى الحواف، على خاطر راح يذوب ويتحرق لك من بعد في المول تاعك وتلصق لك الكيكه. نعدلو هكا نسويوه على الوجه، ومن الافضل تحطي كميه معتبره، ما تبخليش هنايا في لا كونفيتور، ما تجيك معسله ومشربه، تجي تهبل البنات. انا قلت لكم هنايا في هذا الصنيوه حطيت تقريبا علبه كامله. ناخذ العجينه هذه ونزيدوا عليها لافارين هكا نيبسوها، تقدروا تزيدوا تحطوها في الثلاجة، وهكا نحكموا العراب تاعنا هذه في الخشين ونربيوها فوق هذاك لا كونفيتور كامل، نغطيوه بيها كيما راكم تشوفوا في الصورة في لا فيديو. يعطيها قرمشة روعة هاد العجينة اللي تجي فوق لا كونفيتور. ندخلوها الفرن مسخن مسبقا 180 درجة لمدة 25 دقيقة. بعد ما طابت شوفوا كيف ما راهي معسلة، ولا كونفيتور هذيك ما نشفتش، وهي العلو تاعها شوفوا رائع هشيشة ومعسلة بالهذيك لا كونفيتور. الله شهيتكم في الجنة حبيباتي، اتمنى تجربوها وتعطيوني رأيكم في التعليقات، وتمتعوا بها العائلة تاعكم، وترجعوا الذكريات الجميلة مع هذه الحلوى، حلوى الزمن الجميل، حلوى أمهاتنا اللي كانوا يقدموها لنا بكل حب. تقدر تقدميها هكا في صحن، ولا تقدر ديريها في الكيسات الله لعائلتك الصغيرة، ولا حتى إلى الضياف تاعك. إن شاء الله تجربوها
تعطيني رأيكم في التعليقات.